المغرب بتكسب الكونغو الديمقراطية 3-1. الشعب المغربي واخواتنا المغاربة لا معاناة في كرة القدم، لا مفاجآت. الواحد بيسمع منهم الماتش هو قاعد مستريح، اللي يروح الشغل ويجي عارف ان المنتخب هيكسب، اللي قاعد بيشرب شاي، اللي قاعد على الكافيه، كله بيستمتع بالاجواء. مفيش حاجة اسمها قلبك يبقى في رجلك مع اي منتخب مغربي. النهارده بيكسبوا 3-1. والناس اللي كانت مستنية ان المغرب الكونجو بتتعادل 1-1 والكونجو في اخر دقيقة هتجيب لها هدف وتطلع المغرب، لا مفاجآت. اللي هيشجع المغرب هيفرح، اللي يتمنى للمغرب الخسارة هيزعل على طول. واسألوني انا مكانكم نشجع المغرب ونريح دماغنا، لان ما بيحصلش مفاجآت. الحاجات دي بتحصل عندنا احنا بس، لكن مع المغاربة ما بتحصلش نهائيا. اوعى تتمنى المغرب تتغلب ولا تتعادل وتزعل نفسك والكلام ده. لا، انت من الاول كده كون فايق، كون صريح مع نفسك، واعرف ان المغرب هتكسب واستعد للفرحه. انا النهارده قاعد شفت الكونجو في اخر الشوط الاول بتجيب 1-1، قلت الله معقول؟ مش هينفع الكلام ده، المغرب هتطلع مستحيل. لا 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 لا، وانا عارف واكدت لنفسي ان صح. بصيت لقيت الهدف الثاني ضربة جزاء بقى، وهنا يتدخل الحكم والحظ. الراجل داخل بابا ده اللي هو ابو المغاربه، دخل يلعب ضيع هدف برجله الشمال في ضربة الجزاء، لم بس الكرة كده، الراجل التاني نازل بيزرع وش رجله في النجيلة. ضربة جزاء صريحة. فين بقى الحكم؟ حكم عنده نزاهة، التحكيم كان حلو النهاردة، بيحسب ضربة جزاء لبابا بيسجلها ربيع حريمات. والملاوي أسامة يؤكد النهاردة ان اليوم يومه، بعد ما احرز الهدف الاول بيحرز الهدف الثالث. وفي هدفين كمان الحكم لغاهم، فيهم واحده احنا مش هنلعب بره الجون، مش هنلعب بره الخط، احنا مش هنلعب جنب المدرجات، ما الكره اوت ب 20 متر. المهم كان عنده حق ان هو يلغيه. المهم في النهايه المغرب رايحه لتنزانيا صاحبه الارض والجمهور، لان هي هتنتقل من الصيف زي ما قالوا الراجل، هتنتقل من الشتاء تروح للصيف، هتنتقل في الصيف، رايحه تلعب مع تنزانيا قدام 60,000 متفرج. يا انا بقول يا ريت المغرب كانت صعدت اول عشان تبعد عن تنزانيا اللي هي صاحبه تكمله البطوله. وانا شايف ان المغرب هتعدي، المغرب هتكسب. انا عارف وحاسس المغرب هتكسب. محدش هيوقف المغرب غير السودان. المنتخب السوداني هو لو لعب المغرب اللي هيوقف المغرب، غير كده ما فيش حد يوقف اخواتنا المغاربه. مبروك الفوز، ما فيش حاجه بتفرحنا غير اخواتنا المغاربه صراحه. الواحد قلبه مزغطه. شوفوا، انا بقول لكم اللي جوه قلبي، انا قلبي فرحان. فرحان ليه؟ ان المغرب كسبت، لان المغرب اللي بتفرحنا. اللي الواحد يشجع المغرب احسن، بدل ما الهبل اللي بيحصل في الكوره، تبقى قاعد في امان الله محتاج التعادل تلاقي نفسك غلبت، محتاج تكسب تلاقي نفسك اتعادلت. طب احنا ليه اللخبطه ده ونوجع في قلبنا؟ نشجع المغرب وخلاص ونريح دماغنا. انا من النهارده بشجع المغرب علشان افرح زي المغاربه. ما هو الشعب المغربي مش هيتدلع في الكوره لوحده، لازم كلنا نتدلع معاه. مبروك للمغرب ومبروك لينا، احنا خلاص هنشجع المغرب. مبروك.